غير سالينا العرس ومشيت مع راجلي غادي نروح، صدمني صدمة عمري. انا انصاف عندي 18 عام، عايشه في واحد العائله فقيره بزاف. كنا حنا 10 ديال الخوت، كانوا كيوكلونا ويشربونا غير بالزز، الله يحسن العوان. الوالد ديالنا كان خدام خدمه على قد الحال، وحتى من الوالده مسكينه مره كانت كتشد ديباني في العراسات كطيب ليهم. حتى لواحد النهار ولا كيتبعني واحد الدري تقريبا ديما في الغادي وفي الجايه كنلقاه من ورايا، ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه، حتى النهار اللي غيمشي يهضر فيه مع بابا. مشى عنده قال ليه شوف اسيدي انا راه بغيت نتناسب معاك في بنتك. الوالد هنا بقى كيطلع وينزل فيه، الدري كان لابس مزيان وبين عليه من العائله لاباس عليها. قال لي وليدي وانا بنت فيهم بالسلامه، وصفني ليه وقال ليه الوالد ايوا ان شاء الله اعطيني مرتك وفين كتسكن سولوا عليك بعدا ويكون خير. فعلا اعطاه كاع المعلومات وقال لي راه ساكن انا والوالد والوالده وخويا صغر مني. مشى الوالد سول عليهم ولقى كاع الناس كتشكرهم، كلشي كيقولوا عليهم الله يعمر دار، ناس داخلين سقريوسهم عايشين مزيان لاباس عليهم، عندهم واحد بتي فيلا. وهاد الدري اللي باغي يتزوج بيه انا لقاه عنده شركه. المهم الناس كاملين شكروهم. الوالد هنا قلبه ارتاح وعيط لي قال ليه شوف وليدي جيب والديك وجي مرحبا بك. وفعلا جا هو والدي وجاو هضروا فيا، تفاهمنا على كل شيء وغادي نسكن معاهم في الفيلا ديالهم. قال لهم الوالد انا ما عنديش وراكم عارفين وشايفين الحاله الماديه ديالنا، راني ما غنقدر ندير حتى شي حاجه. هنا العريس قال لي يا عمي كون هاني انا اللي غنقوم بكل شيء. وفعلا داروا واحد العرس فاعل تارك، باقي لدابا الناس ديال الدرب كيدويو ويعاودوا فيه. ما نكذبش عليكم خرجت فرحانه من داك الدرب، كلشي بقى كيهتهت وكيقولوا بنت فلان يا اللي عندها الزهر. صبرت حتى صبرت الحمد لله ربي كفى ليها. منين سالا العرس وتفرت كتشقله مشيت معاه للدار باش نروح. ايوا انا دخلت لبيتي كنتسنى في الراجل اللي يجي عندي، حتى دخل وسد الباب وجلس حدايا وقال لي شوفي يا بنت الناس انا غنجيك من الاخر، انا راني ما غنقدرش نقيسك. بقيت كنشوف فيه قلت لي شنو تتقول؟ قال لي انا تبعتك وعرفتك انتي بنت ظريفه والله يعمرها دار وغادي تستريني، هادشي علاش اختاريتك انتيا، راه ما غيخصك معايا حتى شي خير. الفلوس في البنكه، طوموبيل، البيرمي، اي حاجه بغيتها غتحضر، ولكن انا راه ما نقدرش نقيسك. ونزل طاح لي على رجلي وقال لي استريني. بقى كيبكي وانا بقيت كنهضر في خاطري وكنقول ايوا هادي اللي كيقولوا عليها قالتي الحزينه تفرح ما لقات لهاش مطرح. شفت حتى عييت وبقى فيا، قلت ليه واخا انا قابله. ما قديتش اش غادي نقول ليه لا ونرجع لعيشه الفقر اللي كنت عايشه فيها. لا هادشي مستحيل. وعدت انني غنسترو والهضره ما غاديش تخرج من داك البيت. فعلا الغد اللي ضحكنا ولعبنا بحال كلشي داز هو هذاك، عائلتهم فرحوا بينا وجاو حتى عائلتي انا، ضحكنا ونشطنا ولعبنا بحال حتى حاجه ما كاينه. عشت معاهم ما خصني حتى شي خير، والدي كانوا ناس الله يعمر لهم الدار، وحتى انا كنت ما بنقصاش من جهدي. حتى من الحمام كنت كندي مو ما كنخليش تشد الكساله، انا اللي كنكسلها. كتقول لي مسكينه كون كانت عندي شي بنت ما كانتش غدير ليا بحال اللي درتي ليا انت، انا مفرشاك بالرضا ومغطيك به. وحتى من خو ما كنسمعوش صوته، درويش وظريف وكلهم كيموتوا يتسطاو عليا. راجلي هنا مهلي فيا، الجلال باخر موديل كنلبس، الذهب اي حاجه حليت عليها فمي كتحضر. دازت واحد الوقيته امو هنا ولات كتقول لنا بغيت وليدات، وشكون ما كاين حتى شي حاجه في الطريق. انا كل نهار كنت كنتهرب منها ومن الجواب على هذا الشيء، حتى النهار اللي قال لها شوفي الوالده انا راه مازال بانش على الاولاد وزيدون حنا باغيين نعيشوا الحياه من بعد، راه انا اللي قلت لها الولاد دابا لا. صافي من تم بقات كتجبد معايا مو الاولاد لو تاد. بقينا على هذاك الحال مده ديال 3 سنين، حتى لواحد النهار جاتنا مكالمه وعرفنا ان راجلي توفى، دار كسبه مع واحد الرموك حيت كانت عنده خدمه في واحد المدينه واحده اخرى. ما نكذبش عليكم بكيت حتى برت، كان عزيز عليا، كنت مولفاه، كان ما كيخلي ما كيدير على قبلي، لا انا لا والدي لا خو صبرنا عليه، ولكن هادشي اللي عطا الله. هايوا كملنا العزو وتفرت كات الشقله، غير لحت البيض هزيت حوايجي وتوادعت معاهم بالبكا، هما ما سخاو بيا وانا ما سخيت بيهم، ومشيت لدارنا على وعدي وسعديت غادي ندير. رجعت حليمه العدسه القديمه ورجعت للفقر اللي كنت عايشه فيه، وليت كنطلب ربي بالليل وبالنهار كنقول يا ربي دير لي تا ولدي الخير. ما جات فين دوز السيمانه حتى جات مو وباه وخوه، وما جايينش بيديهم خاويين، جايبين معاهم السكر والورد. ما نكذبش عليكم صدموني، بغاو ياخذوني لولدهم الاخر، قالوا لي ما غنلقاوش بحالك ولا غنبدلو بمكرف، انتي بنتنا ولفناك ولفتينا، اشنو بالك في هادشي؟ انا سمعت ديك الهضره وانا نفرح، قلت اخيرا ربي دار ليا مخرج من هاد العيشه. فعلا درنا غير صداقه صغيره ومشيت معاهم للدار. دخلت لبيتي ثاني كنتسنى في الراجل يجي، جا وسد من وراه الباب وجلس حدايا. انا غير شفت الدخله وانا تفكرت الدخله ديال شحال هادي، قلت المهم هذا اش باغي يقول لي عاوتاني حتى هو.
ويقول لي شوف اختي، انا راه معتبرك اختي وباقي لدابا معتبرك مرت خويا، راني ما غنقدرش نقيسك وما غنقدرش نقرب لك، راه مستحيل نقيس حاجه خويا، وكان كيبغيك وكنتي عزيزه عليه، انا راه غير درت الخطر الوالديه 3 سنين وانتي معاه هو كيقيس فيك وانا ما نقدرش نجي نقرب لك، بقيت عا كنشوف فيه وانا نقول ليه وتعالى نعاود لك، وهادشي غادي نقولوا لك يبقى سر بيناتنا، خوك كان مأمني عليه وانا اضطريت دابا باش نعاودو لك، قلت ليه خوك راه ما عمرو ما قاسني وباقي لدابا بنس، هو سمع هاد الهضره وتصدم، قلت ليه كيفاش، عاودت ليه وقلت لي انه ما عرفتش مالو، هو قال لي انا راه ما نقدرش نقرب ليك وما نقدرش نقيسك وخلينا خوت، بقينا هاد المده ديال 3 سنين كامله وحنا بحال خوت، ما عرفتش مالو، واش مريض واش عنده شي عجز، ما سولتوش، قال لي هادشي اللي كتقولي راه ما تقتش به، قلت لي ما تيقتيش يلاه معايا لشي طبيب وهو غيقول لك، فعلا الغد لي مشينا لعند الطبيب واكدت لي انني انا راه باقا بنس، شاف فيا وقال لي سمحي لي انني كذبتك، قلت له ما كانش عندي شي حل من غير هذا، وفي نفس الوقت لقيتو الفرحه ولات لي فوجه، شاف فيا وقال لي دابا غنبداو صفحه جديده، ومن اليوم راكي مرتي وانا راه راجلك، والسر اللي كان بينك وبين خويا واللي وليت داخله معاكم حتى انا فيه غنسدو عليه وغيتلاح في البحر، وغادي نبداو صفحه جديده من اليوم. انا فرحت وقلت لي ان شاء الله ما يكون غير خاطرك، داكشي اللي كان رجعنا في حالاتنا وعشنا حياتنا، حلينا صفحه جديده وولدت معاه 2 الوليدات وما خصنا حتى شي خير، حمدت الله وشكرته على كل حال، الحمد لله ربي ما كيسد باب حتى كيتحلوا بيبان، عمركم ما تفقدوا الامل، امل في الله كبير الحمد لله.